انا عارف ان في كتير بيتعقد من كلمه براند استراتيجي، وانا كنت واحد من الناس دي، ولكن بعد فتره شغل وخبره في المجال انا بقول لك ان البراند استراتيجي اهم حاجه في بناء اي تصميم علامه تجاريه جديده، وده هدف الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، واهلا بكم من جديد في كورس البراندنج المصممين من اول البريف لبراند نضيف. في الفيديو ده هنتكلم عن اهم مرحله في بناء اي علامه تجاريه ناجحه، وهي البراند استراتيجي. تنويه بس قبل ما نبدا، حرفيا انا كل خبرتي ومعلوماتي شرحها لك في الفيديو ده، شرح لك البراند استراتيجي من جميع الزوايا بالتفصيل. علشان كده الفيديو احتمال يكون طويل شويه، فعاوزك كده تطول نفسك معايا، ولكن حليت لك المشكله وقسمته لك تحت كده علشان تروح للجزئيه اللي انت محتاجها على طول. فلو مش قادر يكون عندك عزيمه وتكمل معايا الفيديو للاخر وتصبر لحد ما نتعلم حاجه مفيده، اقفل الفيديو من دلوقتي، ما تزعلش مني عشان نكون صراحه مع بعض كده. الفيديو ده عاوز تركيز وعاوز ناس تبقى مصحصحه معايا، لكن لو هتكمل معايا الفيديو للاخر فانا بوعدك انك هتطلع بقيمه عاليه جدا من الفيديو ده، لان وعدتك في الكورس انك هتشتغل زي المحترفين بالظبط. فلازم اكون قد وعدي معاكم، وعاوزك تستفيد زي ما انا كمان بستفيد. وهيكون في مصطلحات ممكن تكون بتسمعها لاول مره، ما تقلقش خالص، انا كل ده عامل حسابه عادي جدا، مش عاوزك تقلق خالص، هفصص لك كل الكلام ده بالتفصيل. وكده كده اصلا قدام في اخر الكورس في فيديو مخصوص اصلا للمصطلحات. بس انا طالب منك طلب صغير، عاوزك تركز معايا وتجيب ورقه وقلم وتسجل ورايا على الاقل العناوين الرئيسيه، والنقطه اللي مش فاهمها ارجع عيدها تاني علشان الفيديو بيكمل بعضه. وعاوزك تدعي لي، وسايب لك الصور وكل حاجه شرحناها في الفيديو ده في جروب تليجرام، هسيبه لك طبعا في الديسكريبشن عشان لو حابب ترجع لهم او تراجع براحتك. يعني الفيديو ده يخليك تفكر كشريك مش كمصمم بس. فكفايه رغي كده، وكالعاده الجمله الشهيره بتاعتنا من غير ما اضيع وقتك، حضر القهوه بتاعتك ويلا بينا نبدا موضوع الفيديو. اللي هنشرحه في الفيديو كالاتي يا شباب: هنعرف يعني ايه براند استراتيجي، وهنشرح اهم مكونات البراند استراتيجي اللي تأهلك تشتغل زي المحترفين، وليه مهم ليك وهيفيدك بايه كديزاينر. وهعرض معاك دلوقتي الفريم ورك اللي بستخدمها، دي بلان البراند استراتيجي اللي هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. ممكن تاخدها سكرين علشان تبقى معاك. لو فاكر ان البراندنج عباره عن لوجو وفونت وباترن وكام لون حلوين كده وبس، يبقى لازم تركز معايا، لان البراند الحقيقي بيتبني باستراتيجيه من جوه، بيكون فيه اسس وبلان بنطبقها قبل ما يظهر للناس من بره او يظهر على الواقع. والبراند استراتيجي مش اختراع جديد، ده علم معترف به من زمان. ودليل على كده عندك العالم مارتي ميونير مؤلف كتاب ذا براند جاب، بيقول ان البراند هو الانطباع اللي بيعيش في عقل العميل، والبراند استراتيجي هي اللي بتساعدك تتحكم في البراند ده. يعني بكل بساطه خالص تقدر تتحكم في عقل العميل نفسه، لما يشوف البراند بتاعك تخليه يحس بايه او يفكر بايه لما يشوف البراند اللي بتشتغل عليه. ده كله بيتم من خلال براند استراتيجي. وكمان لو قرينا كتاب بيلدينج ا ستوري براند لدونالد ميلر هنفهم ان البراند محتاج يكون ليه قصه واضحه. يعني لما تحكي للناس البراند ده انت عملته ليه ويكون في قصه، الناس هتتعلق بيه اكتر، لان في الطبيعي البشر عموما بيتعلقوا بالقصص. يعني لما تحكي لهم البراند ده او تظهر لهم البراند بتاعك على انه قصه، هيهتموا بيه اكتر وهيتابعوه. واكيد قبلك اي براند على السوشيال ميديا ليه ستوري او قصه بيحكيها، عشان كده انت مستمتع وانت بتتفرج عليهم. زي براند بلبن مثلا، شوف كان بدا ازاي وبيحكي قصص، وبيحكي احنا عملنا مش عارف براند ايه، وبيحكي مش عارف احنا طلعنا منتج ايه جديد واسم مش عارف المدلعه والمتشخلعه والحاجات دي. فدي كلها بتبقى ستوري او قصص، او اخترعوا البراند ده عشان حاجه معينه عملوها، حكوا قصه من الاول، فتلاقي الناس كلها مهتمه بالبراند وبيتابعوه وبيحبينه كده. يعني فاهم قصدي؟ الجزء الاول، يعني ايه براند استراتيجي؟ ببساطه هي الخطه اللي بتخلي كل تفصيله في البراند تخدم نفس الهدف. هي البلان اللي بتحط كل مكون في البراند في مكانه الصح. زي مثلا ما المعماري بيبني بلان او بيرسم خطه كده لاي بيت او اي مبنى عموما قبل ما بيشتغل في مرحله البناء، احنا كمان بنشتغل في بلان للبراند قبل مرحله التصميم، علشان لما يظهر للناس يكون في لينك او ربط او تواصل بين المستهلك وبين البراند، بيحس بمشاعر معينه تجاه البراند ده، ولو ده حصل يبقى انت كده حققت المطلوب. وعلشان تحقق الهدف ده مهم جدا تعرف ان البراند استراتيجي ماهيش فكره او قصه واحده، ولكن خطه كامله بتربط كل حاجه في البراند ببعضها، بتوضح وبتربط معلومات عن البراند زي البراند كور والبراند بوزيشن والبراند بيرسونا والكوميونيكيشن والبريسنس. المصطلحات دي بنعرف من خلالها البيربس او الغرض والرؤيه والرساله والقيمه والجمهور المستهدف والمنافسين وحاجات تانية كتير هنفهمها مع بعض دلوقتي. لازم تعرف البراند ده مين، بنشتغل ليه، بنخدم مين، وعايزين الناس يحسوا بايه لما يشوفوا منتجاتنا او يشوفوا البراند بتاعنا. وده الاساس عشان تنفذ اخر حاجه اللي بتظهر للناس، وهي الهويه البصريه.
اللي الناس كلها عارفاها، اللي فاكر ان هو ده البراند. في كواليس تانية كتير بتحصل قبل ما نشتغل على الهوية البصرية اللي انت بتشوفها دي. يعني كل الكلام اللي برغي فيه من اول الفيديو ده لازم نطبقه الاول بشكل احترافي جدا عشان نقدر نطلع الهوية البصرية اللي انت بتشوفها زي اللي انت شايفه قدامك ده دلوقتي. وده الاساس عشان تنفذ اخر حاجة اللي بتظهر للناس وهي الهوية البصرية. هنوضحها في اخر الفيديو وهنشرحها بالتفصيل في الفيديوهات اللي جاية. ومن غير البراند استراتيجي التصميم بيبقى مجرد شكل ومن غير معنى وما بيوصلش رسالة واضحة، زي مثلا كانك بتزين بوكس من بره ولكن من جوه فاضي مفيش في قلبه اي حاجه. كل ده بيشاور في نفس الاتجاه. كده عرفنا يعني ايه براند استراتيجي وايه اهميته، ودلوقتي هنعرف مكونات البراند استراتيجي. ركز معايا بقى هنا جدا عشان تخلينا في الجد. يلا نكمل. طيب البراند استراتيجي يا شباب بينقسم لجزئين، انترنال واكسترنال، داخلي وخارجي. الانترنال او الداخلي هي الخطوات اللي بنشتغل عليها علشان تجاوبنا على سؤالين اتنين، احنا مين وليه موجودين. اما الاكسترنال او الخارجي فهو باين من اسمه، خارجي، الحاجه اللي بتظهر للناس علشان برضو تجاوبنا على سؤالين، الناس هتشوفنا ازاي وهتفتكرنا بايه. نبدا الاول بالجزء الانترنال او الداخلي، وهنا بينقسم الى قسمين. القسم الاول البراند كور، وده معناه جوهر البراند او البراند من الداخل، البراند من جوه. هقول لك ازاي، اصبر عليا. القسم الثاني البراند بوزيشننج او التمركز الذهني. طيب نبدا الاول بالبراند كور او جوهر البراند. ايه هو البراند كور اصلا؟ هو قلب البراند اللي بيجاوب على 4 اسئله مهمين. يعني كده البراند كور جواه بيجاوب على 4 اسئله مهمين. اول حاجه البيربس او الغرض اللي هو احنا ليه موجودين. تاني حاجه الرؤيه او الفيجن اللي هو رايحين فين. تالت حاجه الميشن او الرساله اللي هو معناها بنعمل ايه دلوقتي. ورابع حاجه الكور فاليو او القيمه اللي البراند بيقدمها، اللي هو ايه المبادئ اللي بنمشي عليها او بنطبقها في البراند. في البراند استراتيجي المكونات الاربعه دول بيتصنفوا تحت اسم براند كور. طيب ليه البراند كور مهم اصلا؟ لان هو اللي بيحط اساس البراند قبل اي حاجه تانية، قبل ما تختار اسم وقبل ما تصمم لوجو وقبل ما تحدد التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. طيب نعرف الاقسام دي. اول حاجه زي ما قلنا البيربس او الغرض، وده بيقول لك ليه البراند موجود اصلا. الغرض هو السبب الانساني لوجود البراند مش السبب المالي. يعني احنا موجودين ليه؟ بنغير ايه في حياه الناس؟ بنخدمهم ازاي بطريقه لها معنى ولا لا؟ ده السبب الحقيقي لوجود البراند. مش المقصود انك عامل البراند عشان تجيب منه فلوس، هو طبعا عشان تجيب منه فلوس وكل حاجه، ولكن لازم يكون في سبب انساني في الاول او غرض او بيربس زي ما قلت لك. مش المقصود انك عامل براند علشان تجيب من خلاله فلوس. الفلوس هدف مادي، اما الغرض هدف انساني اللي هو احنا موجودين عشان نغير ايه في حياه الناس زي ما قلنا. ومهم جدا لانه بيوحد قراراتك وبيخلق علاقه عاطفيه مع العملاء وبيخلي التيم عارف هو شغال ليه. طب ليه البيربس مهم؟ اول حاجه بيفصل البراند بتاعك عن الباقي. يعني لو في 1000 براند بتبيع نفس المنتج، الناس هتختارك انت ليه؟ علشان الغرض بتاعك بيحل لهم مشكله وبيبني ولاء عاطفي عند الناس، لان الناس بتحب البراندات اللي بتساعد او عندها هدف مش مجرد بتبيع وخلاص. وكمان بيوجه كل قراراتك. الغرض بيساعدك تحدد المنتجات الجديده والشراكات وكمان اسلوب الاعلان. عندك نايك مثلا، الغرض بتاعهم الهام كل رياضي لتحقيق اقصى امكانياته، مش مجرد بتبيع شوز او تيشرت وخلاص، ولكن بتبيع لك فكره ان انت تقدر. عشان كده شعارهم جاست دو ات. ولو تلاحظ اعلاناتهم دايما بتركز على الشجاعه والاصرار مش على المنتج. ونايك كمان بتشتغل على حته ان الناس كلها رياضيين بالنسبه لها، بيستهدفوا الناس كلها. ابل مثلا الغرض بتاعها تمكين الناس من التفكير بطريقه مختلفه، بيحسسوك دايما ان المنتجات اللي بيبيعوها مجرد وسيله تساعدك في شغلك تبدع اكتر مش حاجه رفاهيه. طب نيجي للبراندات العربيه او المصريه تحديدا. عندك براند زي جهينه مثلا، غرضهم توفير غذاء صحي وموثوق للاسره المصريه، مش مجرد لبن او عصير لكن ثقه وجوده ثابته على مدار السنين. والعربي جروب للادوات المنزليه، غرضهم تحسين جوده حياه الاسر المصريه بتكنولوجيا موثوقه وسهله الاستخدام، بتربط بين الثقه والتكنولوجيا والامان في البيت. كل براند من البراندات اللي ذكرت لك دلوقتي بتركز على حاجه معينه وبتبان لك منتجاتهم تخليك فعلا تحس ان انت محتاج لهم. طيب نيجي لتاني سؤال، يعني ايه فيجن او رؤيه؟ خلينا اسالك سؤال بسيط. لو البراند بتاعك نجح وبقى ترند والناس كلها بتتكلم عنه، تحب يشوفوك ازاي في المستقبل؟ تحب يتكلموا عنك ازاي؟ يشوفوك ازاي؟ ايه المكانه اللي نفسك توصل لها في عقول الناس؟ او مثلا رايح انترفيو في شركه بتقعد تشرح للاتش ار مخيلاتك كلها او رؤيتك ان انت عايز تعمل كذا وكذا وكذا وطموحاتك 1 2 3. الاجابه اللي بتجاوبها في الانترفيو دي اسمها فيجن او رؤيه، اللي هي رؤيتك انت ازاي بعد كده. طيب يعني ايه رؤيه برضه؟ ما قلتلناش. بص يا صديقي، الرؤيه مش وصف للي بتعمله دلوقتي ولكن للي هتوصل له بعد كده قدام. نظره مستقبليه بتقول انت رايح فين وعاوز تبقى ايه وتحب الناس تشوفك ازاي في المستقبل. لازم تكون ملهمه ومفهومه من غير فلسفه كتير وتكون قابله للتوسع. يعني رؤيتك تكون قادر تطبقها فعلا مش حاجه خياليه. طيب ليه مهمه؟ لانها بتدي اتجاه واضح لكل الناس اللي شغالين معاك، بتخلي التيم اللي بيشتغل معاك عارف هو بيشتغل على ايه
وعاوز يوصل لايه، بتخلي العميل يحس ان البراند عنده هدف كبير مش مجرد شغل عشوائي وخلاص. طيب ناخد امثله على الفيجن لتسلا مثلا، بتقول لك نسرع الانتقال العالمي للطاقه المستدامه، بتتكلم عن التغيير اللي في العالم كله مش المنتج بس. وابل بتقول لك بنصنع ادوات بتخلي الانسان يقدر يعبر عن نفسه ويبدع، وهنا بتربط لك التكنولوجيا بالابداع. نيجي لثالث سؤال، يعني ايه ميشن او الرساله؟ ببساطه جدا ايه اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي او بنعمله دلوقتي حاليا في الحاضر علشان نقدر نوصل للرؤيه اللي حددناها من شويه في النقطه اللي فاتت. يعني مثلا زي خطه التنفيذ او خطه الشغل اليوميه او التاسكات اللي بتعملها كل يوم اللي ماشي عليها الشركه او البراند حاليا، دي حاجه بتعملها في الحاضر. يعني لو الرؤيه بتوضح لك احنا رايحين فين، فالرساله بتوضح لك احنا بنعمل ايه دلوقتي علشان نقدر نوصل للفيجن او الرؤيه دي. وعلشان كتير بتلخبط بين الفيجن والميشن، تعال اقول لك ايه الفرق بينهم سريعا كده. الرؤيه بتتكلم عن المستقبل والرساله بتتكلم عن الحاضر. يعني لو هنتكلم عن الزمن، الرؤيه مستقبليه، الرساله حاليه في الحاضر. لو هنتكلم عن التركيز، الرؤيه الهدف النهائي، اما الرساله طريقه الوصول للهدف. ولو هنتكلم عن الشكل، الرؤيه الهاميه وعامه، اما الرساله واضحه ومباشره وقابله للتنفيذ. طيب تعرف تقول لي ليه الميشن مهمه؟ هقول لك لانها بتوجهك كل يوم تشتغل على ايه وتسيب ايه، بتربط التيم كله بالرؤيه، محدش بيشتغل عشوائي، بتدي احساس للعميل بالثقه انك عندك بلان واضحه ماشي عليها ومش مجرد كلام في الهواء وخلاص. بنيجي رابع حاجه وهي الكور فاليو او القيمه او قيم البراند. الفاليو او القيمه هي المبادئ الاساسيه اللي البراند بيؤمن بيها وبيتحرك على اساسها، البوصله الداخليه اللي بتوجه كل قرار وتصرف وتصميم وحتى طريقه التعامل مع العملاء، بتخلي البراند منطقي اكتر. وصفات القيم دي انها تكون واضحه مفهومه وسهله الترجمه والافعال. طب ليه الفاليو او القيم مهمه؟ مبدئيا كده بتخلق شخصيه واضحه للبراند، لان الناس مش بس بتشتري منتج، الناس بتشتري من براند بيحبه او يشبهها. بتوجه كل القرارات اللي في البراند من اختيار المصممين لطريقه الردود على العملاء لاختيار الخامات للاسلوب البصري، تبني ولاء للجمهور. وكمان لانها المرجع اللي بيحكم كل قرار في البراند، بتخلي كل فريق الشغل ماشي على نفس الاتجاه، بتساعدك تبني هويه واضحه وشخصيه متماسكه. ناخد امثله برضو على السريع كده. عندك شركه ابل، القيم بتاعتهم مثلا الانوفيشن او الابتكار، دايما بتقدم حاجات مختلفه. تاني حاجه البساطه، كل حاجه عندهم سهله وواضحه. ثالث حاجه البرايفسي او الخصوصيه، بتحافظ على بيانات المستخدم كجزء من هويتها. وعندك نايك، قيمهم الشجاعه والاصرار، كل اعلان عندهم بينتجوه بيتكلم عن التحدي وكسر الحدود وانت تقدر والجو ده. طب احنا كده خلصنا الاربع حاجات اللي بيتكونوا تحت البراند كور. طيب الفرق بين الاربعه، البيربس والفيجن والميشن والفاليو. البيربس بيقول احنا ليه موجودين، الفيجن معناها احنا عايزين نوصل لايه في المستقبل، والميشن بتقول بنعمل ايه علشان نقدر نوصل له دلوقتي في الحاضر، والفاليو بتقول هنمشي باسلوب عامل ازاي واحنا بنحقق ده. يبقى زي ما وضحت من شويه، المكونات الاربعه دول بيتصنفوا تحت اسم براند كور. في الجزء الانترنال او الداخلي، احنا قلنا ان البراند استراتيجي له جزئين، جزء انترنال وجزء اكسترنال، داخلي وخارجي. والجزء الداخلي له قسمين، براند كور وبراند بوزيشننج. شرحنا دلوقتي البراند كور اللي مكونه من 4 حاجات. نيجي بقى على القسم الثاني من البراند كور وهي البراند بوزيشننج، ومكون من 3 عناصر. طيب نمشي واحده واحده. يعني ايه براند بوزيشننج؟ البوزيشننج هي المكانه او الصوره الذهنيه اللي عاوز الناس تفتكرك بيها اول ما يسمعوا اسم البراند بتاعك. هل مثلا اشوفك براند عملي، ولا براند لاكشري او فخم، ولا براند شبابي او فاني، ولا براند بيقدم حلول ذكيه مثلا؟ احنا هنا مش بنتكلم عن المنتج نفسه، ولكن بنتكلم عن المكانه اللي في ذهن او في دماغ العميل. طيب علشان تطلع براند بوزيشننج صح لازم بتعدي على 3 اقسام او 3 عناصر زي ما قلت لك. طيب سريعا، اول عنصر معانا هو التارجت اودينس او الجمهور المستهدف. ثاني عنصر الكومبيتيتور اناليسيس او تحليل المنافسين. ثالث عنصر التميز. طيب نشرح اول حاجه وهي التارجت اودينس. لو مش عارف بتخاطب او بتكلم مين يبقى هتتكلم غلط وهتتسمع غلط. طب يعني ايه جمهور مستهدف؟ الجمهور المستهدف بكل بساطه كده بالبلدي هو الناس اللي البراند ده معمول عشانهم، مش عشان اي حد. لا، البراند ما احنا عاملينه علشان يستهدف ناس معينه، مش لاي حد ومش للكل. انت مش بتخاطب الدنيا كلها، انت بتخاطب نوع معين من الناس عنده احتياج معين او عنده نمط حياه وعاوز تحل له المشكله دي او تسهل عليه حياته من خلال البراند او المنتج او الخدمه اللي بتقدمها. ليه التارجت اودينس او تحديد الجمهور مهم؟ اول حاجه علشان تصميم البراند نفسه يشبههم، وعلشان المحتوى يخاطب تفكيرهم، والاهم من ده كله عشان المنتج نفسه يخدمهم. طيب ازاي بنحدد التارجت اودينس؟ لازم تجاوب على الاسئله دي. لازم تعرف سنهم وبيشتغلوا ايه، دخلهم عامل ازاي، بيشتروا ازاي اونلاين ولا اوفلاين، بيحبوا ايه، شكل حياتهم عامل ازاي، اللايف ستايل بتاعهم عامل ازاي، ايه اهم حاجه بالنسبه لهم، السعر ولا الشكل ولا الراحه. بص تعالى كده شويه هبسط لك الدنيا اكتر في المثال ده. براند بيبيع اساس لاكشري جدا للمكاتب،
يبقى الجمهور المستهدف ايه بالظبط كده؟ شركات، مديرين، وناس بتدور على شكل وهيبه. مظبوط. طيب براند بيبيع اساس مريح او مكاتب زي دي كده لصناع المحتوى، وبيبيعوا اضاءات ورينج لايت والحاجات اللي هي بتاعت التصوير دي، وكمان بيشتغلوا فريلانسر. يبقى الجمهور المستهدف بتاعهم مين؟ شباب بيشتغلوا من البيت زي حالاتي كده، وناس بتشتغل في مجالات ابداعيه عايزين حلول ذكيه ومنسقه وواضحه. فكل ما الصوره تبقى اوضح، كل ما الكلام والتصميم والاسلوب والمحتوى اللي في البراند يبقى شبههم. طيب كده خلصنا التارجت اودينس. نيجي لتاني حاجه وهي الكومبيتيتور اناليسيز او تحليل المنافسين. مش معنى يا صديقي انك بتبدا براند جديد ان انت شغال لوحدك في السوق. اكيد مليون في الميه في منتجات تانيه شبيهه في السوق وبتستهدف نفس الجمهور. تحليل المنافسين هو انك تفهم هما بيعملوا وبيقولوا ايه، بيتشكلوا ازاي، علشان تشوف ايه اللي شغال عندهم وايه اللي ناقص، وتدخل انت تسده بالمنتج بتاعك. والهدف هنا مش انك تقلد خالص، الهدف انك تلاقي فجوه وتسدها او حاجه تتميز فيها. يعني لما العميل يشوفك يسال نفسه ليه اشتري من البراند بتاعك انت مش من غيرك. لازم تكون في ميزه تنافسيه عن غيرك زي ما قلنا، وتكون الاجابه واضحه في البوزيشننج او السيره الذهنيه اللي اتكلمنا عليها من شويه. وهقول لك تريكايه علشان تعرف تحدد المنافسين. اول حاجه حدد مين هم المنافسين اصلا. يعني مثلا شوف 3 أو 4 براندات بيقدموا نفس المنتج بتاعك او في نفس المجال او التخصص اللي انت فيه. تاني حاجه شوف البيزنس موديل، بيبيعوا ازاي، مين جمهورهم، ايه اسعارهم. الخطوه الثالثه حلل الهويه البصريه، شوف شكلهم عامل ازاي من ناحيه المنتجات وعرض منتجاتهم، وشوف الوانهم واللوجو والحاجات دي كلها. شوف السوشيال ميديا بتاعتهم شكلها عامل ازاي، حاول تطلع بشكل اعلى منه. الخطوه الرابعه شوف نقاط القوه، ايه اللي عاملينه صح وفعال وبيخليهم يبيعوا. الخطوه الخامسه شوف نقاط الضعف، ايه اللي ناقص او ايه اللي الناس بتشتكي منه واشتغل انت عليه في البراند بتاعك. ختام النقطه دي علشان المعلومه توصل لك صح، المنافسين مش اعدائك، هم موجودين علشان تعرف تتعلم منهم وتعرف تبان وسطهم. في البراند بتاعنا مش لازم نشتغل زيهم زي ما قلنا، مش لازم نقلد، ولكن نشتغل بشكل واسلوب مختلفين، وده اللي بيفرق البراند اللي موجود عند المنافس من البراند بتاعك. طيب نيجي لتالت عنصر وهي التميز. باينه من اسمها طبعا، هي الحاجه اللي بتخليك مميز عن غيرك. مش بالضروره تكون اول او اكبر براند، لكن تكون مختلف بطريقه لها معنى للعميل. ممكن تكون مختلفه في المنتج نفسه او في التجربه او في الخدمه او في شكل التصميم او الهويه البصريه او حتى في الستوري اللي بتحكيها للناس. وهنيجي للستوري قدام شويه. التميز ببساطه هو السبب اللي بيخلي العميل يقول انا هتعامل مع البراند ده مش مع غيره. بنشتغل على ده بعد ما بتطبق الخطوات اللي شرحناها دلوقتي. هديك امثله عشان تفهم برضو قصدي في النقطه دي. عندك ايكيا مش متميزه في الاساس الغالي او الفخم، لكن بتقدم منتجات وحلول عمليه وسهله التركيب. اللي عايز اقوله لك ايه من براند ايكيا انها خلت الناس تحب فكره ان هم يبنوا حاجتهم بنفسهم، او يجمعوا المكاتب مثلا او اي منتج يشتروه منهم يجمعوه بنفسهم. فدي كانت حاجه مميزه او ميزه تنافسيه مش موجوده غير عند ايكيا وقتها اول ما اخترعوا الكلام ده يعني. طيب يا صديقي لو وصلت معايا لحد هنا فانا بحييك بصراحه ان انت قاعد بتشوف المعلومات دي وان انت قاعد صابر. احنا كده دلوقتي خلصنا الجزء الانترنال او الجزء الداخلي من البراند استراتيجي، خلصنا نص الفيديو تقريبا يعني. نيجي على الجزء الاكسترنال او الخارجي. يلا بينا نبدا، جاهز؟ يلا بينا. طيب نيجي على الجزء الاكسترنال او الجزء الخارجي. هنا بنترجم كل الكلام اللي جوه البراند اللي شرحناه من اول الفيديو لطريقه كلام ووجود حقيقيه وشكل فيجوالز قدام الناس اونلاين واوفلاين. طيب الجزء الاكسترنال عندنا بينقسم لثلاث اقسام كبار. اول قسم البراند بيرسونا او شخصيه البراند، ثاني قسم البراند كوميونيكيشن او طريقه التواصل للبراند، وثالث قسم البراند بريسنس. دي معناها وجود البراند على ارض الواقع اونلاين واوفلاين، وده هنشرحها في اخر حاجه في الفيديو. ركز معايا. الجزء الاكسترنال او الخارجي له ثلاث اقسام قلناهم دلوقتي، نبدا نعرفهم ونفصصهم واحده واحده. يعني ايه براند بيرسونا؟ شخصيه البراند او الطريقه اللي بتتعامل بها البراند كانه انسان حقيقي قدامك، ليه صفات ومميزات ثابته. يعني بدل ما نبص للبراند على انه لوجو والوان بس، بنسال لو البراند ده كان شخص كان هيبقى شكله عامل ازاي؟ لاكشري ولا هادي ولا جريء ولا حاجه شعبي او فاني؟ وبيفكر او بيعتمد على المنطق اكتر ولا العاطفه؟ شخصيه البراند بتتكون من مجموعه صفات نفسيه وسلوكيه تحددها بناء على التارجت اودينس او الجمهور المستهدف، والبيربس او الغرض من البراند، والفاليو اللي البراند بيقدمها، والبوزيشننج او التمركز الذهني اللي عاوزين ناخده في السوق، ودول شرحناهم. الهدف من شخصيه البراند ان يكون له روح ثابته ورا كل تفصيله، طريقه الكلام، نبره الصوت، نوع الصور، نوع الفونتس او الخطوط، اختيار الالوان، وحتى طريقه الرد على الكومنتات. لما شخصيه البراند تبقى واضحه اي حد يقدر يشتغل على البراند بعد كده يبقى فاهم هو شغال ازاي ويقدر ياخد قرارات. فيفضل ان البراند يبقى ثابت ومفهوم وما يبقاش كل مره يطلع بوش او بشكل جديد او مختلف عن التاني. فكر فيها كده كانك بتكتب كاركتر لفيلم، اول ما تحدد الشخصيه في الفيلم تلاقيه ماشي بنفس الاسلوب زي ما هو لحد اخر الفيلم، يفضل ثابت بنفس الشخصيه ما بتغيرش. ناخد مثال مثلا على ريد بول، شخصيتها مجنونه وسريعه مستهدفه اكتر للشباب. نيجي بعد كده للعنصر الثاني من الجزء الاكسترنال او الخارجي، وهي البراند كوميونيكيشن، طريقه تواصل البراند. تعريف ببساطه هو الجزء اللي بيحدد البراند هيتكلم او هيتواصل ازاي ومع مين وعن ايه، وده بيشمل نبره الصوت، نوع الكلام او طريقه
صياغه الرسائل نفسها هي مش مجرد تواصل على السوشيال ميديا، ولكن هي كل جمله طالعه من البراند، في الاعلان، في الويب سايت، في الايميل، في الرد على الكلاينت، في الاباوت اس. كل ما التواصل يكون مبني على استراتيجيه واعيه كل ما يكون واضح ومنسق ويتحفظ اسرع في دماغ الناس. وبرضه بينقسم لثلاث اقسام صغيرين: المسج والستوري، واحيانا بيكون معانا النيمنج او التاج لاين لو ماسكين براند من الصفر خالص. طيب نشرحهم كده على السريع علشان ندخل على اخر حاجه في البراند استراتيجي عشان نكون ملمين بكل حاجه. طيب المسج او الرساله في البراند كوميونيكيشن معناها هي الرسائل الاساسيه اللي البراند عاوز يثبتها في ذهن الجمهور على المدى الطويل. مش شرط تبقى جمله واحده، لكنها مجموعه افكار محوريه بتتكرر بصور مختلفه. المسج او الرساله بتوضح احنا بنحل ايه وليه احنا موجودين وليه العميل يثق فينا. الرسائل دي ممكن تظهر في عنوان فيديو، في بوست، في صفحه في الاباوت اس، في اعلان. المهم ان جوهر الكلام يفضل ثابت مهما اختلفت صياغته. طب في سؤال اكيد جه في دماغك دلوقتي لو مركز معاه من اول الفيديو: هي الرساله هنا زي الرساله اللي في الجزء الانترنال اللي في براند كور اللي شرحناه في اول الفيديو؟ السؤال ده جه في دماغك، فانا بحييك بصراحه ان انت مركز، وهجاوب عليك دلوقتي واقول لك مش نفس المعنى. الرساله هنا مش الرساله اللي في براند كور، وده سوء فهم بيحصل مع ناس كتير لان الكلمتين شبه بعض في النطق بالعربي طبعا مش بالانجليزي، ولكن وظيفتهم مختلفين تماما. الرساله في البراند كور اسمها ميشن، ودي رساله داخليه واستراتيجيه بتشرح البراند بيعمل ايه دلوقتي، موجه اكتر للتيم اللي بيشتغل على الاستراتيجي وصاحب البراند مش الجمهور. وظيفتها انها تحدد دور البراند الحالي، توجه القرارات الكبيره اللي بتخص تطور البراند. اما الرساله في البراند كوميونيكيشن فهي الكي مسج، ودي حاجه تانية خالص. دي رسائل تسويقيه مباشره بنكررها او بنعرضها على الجمهور في المحتوى او في الاعلانات او اي حاجه بتخاطب الجمهور. ودي مش جمله واحده، ولكن هي افكار كده بتتحط في الاعلانات زي الجمل اللي بتشوفها في الاعلانات. مثلا لو شفت مثلا اي بيل بوردز او بوسترات على الطرق مثلا بتلاقي كل بوستر فيه جمله كده مكتوبه معينه، دي الرسائل اللي بيخاطبوك بيها عن طريق الاعلانات. الفرق بينهم ان الميشن رسميه وثابته وموجهه اكتر للجزء الداخلي من البراند، مش بيظهر للجمهور خالص. اما المسج فدي موجهه للجمهور او الناس اللي بنخاطبهم. الاول البراند بيشرح بيعمل ايه، والتاني بيشرح البراند عاوز يوصل للناس ايه. الخلاصه الاتنين نطقهم بالعربي واحد اللي اسمها رساله، لكن بالانجليزي واحده اسمها ميشن والتانيه اسمها مسج. الميشن لها وظيفة والمسج لها وظيفة تانية خالص، وظيفتهم مختلفة تماما. الميشن هي رسالة البراند في العموم اللي بنبني عليها الاستراتيجي، لكن المسج موجهة اكتر للجمهور زي ما قلنا، بتكون على الاعلانات وكده. طيب خلصنا الرسالة، ندخل بعد كده على الستوري او القصة. هنا بنستخدم قصة البراند كأداة تواصل، ودي الحكاية اللي بتحكيها للناس. بدأت ازاي وامتى، بدأت البراند ليه، وكنت فين وبقيت فين وعاوز توصل لايه، ايه اللي حفزك ان انت تشتغل على البراند ده، وبتخدم الناس ازاي، وايه الفاليو او القيمه اللي عاوز تسيبها للناس. بتكون حكايه حقيقيه ومقنعه جدا، ده بيخلي الناس ترتبط بك عاطفيا. طيب ليه مهمه؟ اولا لانها بتبني علاقه انسانيه. الناس بتحب البراندات اللي وراها ناس حقيقيين بيحبوا يسمعوا قصص، وده بيفصلك عن اي منافس لان مفيش حد عنده نفس قصتك حتى لو بيبيع نفس المنتج اللي بتبيعه. وبتخلي البراند متماسك. لما كل قراراتك التصميميه والتسويقيه بتخدم البراند بيكون منطقي اكتر. لكن المهم انها تكون حقيقيه ومنطقيه. الستوري او القصه بتجاوب على بدأنا ليه، شفنا ايه في السوق كان مزعلنا او ما كانش كويس مثلا وصلحناه، وقررنا نغير ايه، واحنا مكاننا فين دلوقتي في السوق. ومن خلال الستوري دي العميل بيفهم ان في ناس حقيقيين ورا البراند، وان في رحله وحاجات بتحصل مش مجرد تجاره وخلاص. طب نيجي على الجزء الثالث اللي احيانا بنشتغل عليه في نفس الاطار، هو النيمنج او التاج لاين. وده بنشتغل عليه في حاله لو احنا ماسكين براند من الصفر خالص. واختيار الاسم مش مجرد حروف شكلها حلوه وخلاص، الاسم هو اول خطوه بيتعرف بها العميل عليك، ولازم يكون مناسب لشخصيه البراند والجمهور والسوق. يعني مثلا اسم تقيل او رسمي بيناسب براند حكومي او مؤسسه حكوميه اقصد، او اسم فاني وشبابي بيناسب براند ملابس او كوفي شوب. اسم تقني وواضح بيناسب شركه سوفت وير. التاج لاين هو الجمله اللي بتلخص الجوهر او بتوضح مكانتك في السوق. وظيفته ان يبقى بسيط وسهل ان انت تفتكره بعد كده، ويكون لاقي على الشخصيه والرساله. وندخل على ثالث واخر قسم معانا في الجزء الاكسترنال او الجزء الخارجي، وهي البراند بريسنس. ودي المرحله اللي بتحول فيها البراند استراتيجي من كلام نظري لحاجه الناس بتشوفها وبتتعامل معاها اخيرا. ومعناها اخيرا وجود البراند الحقيقي قدام الناس سواء اونلاين او اوفلاين. وهي ببساطه كل واحد يشوفك او يسمع عنك او يتعامل معاك بيكون عنك انطباع، واللي بيكون تحته بيطلع لنا في الاخر البراند ايدنتيتي. كلنا عارفينها طبعا، بتكون من اللوجو والالوان والخطوط والباترن واللي اوت والجريد والباكجينج والموك اب.
ابس. وهنا نقف شويه، خلاص احنا خلصنا الفيديو، بس انت متخيل ان كل الكلام اللي شرحناه في الفيديو ده علشان ننفذ ونطلع براند ايدنتيتي اللي هي الصور والفيجوالز اللي بنشوفها على بيهانس دي؟ متخيل ان بناء علامه تجاريه ناجحه بياخد وقت ومجهود قد ايه؟ عشان لما اجي اقول للناس انا بشتغل على البراند شهر او شهرين او 3 بيقول لك ليه؟ انت بتعمل ايه يعني؟ اظن بعد الفيديو ده عرفت احنا بنعمل ايه او بنشتغل ازاي. وبس كده يا صديقي، انا عارف ان الفيديو طويل وفيه معلومات كتير، ولكن انا هدفي ان انت تعرف كل حاجه عن البراند استراتيجي في الفيديو ده، وكمان مقسمه لك عشان تروح للنقطه اللي حابب تفهمها بالظبط، لو انت مش محتاج ان انت تتفرج على الفيديو كامل يعني. وعامل لك بلان كامله للعناوين الرئيسيه في البراند استراتيجي اللي عرضتها لك في اول الفيديو علشان ما تتوهش مني، وهسيب لك كل تفاصيل الفيديو ده في جروب تليجرام، وطبعا لو محتاج اي حاجه ابعت لي هناك وهرد عليك. حملهم وراجعهم، وفي اي حاجه مش فاهمها ارجع للفيديو تاني وسيب له سؤال في الكومنتات او على تليجرام، وهكون معاك خطوه بخطوه. واستناني في الفيديو الجاي علشان هقول لك على حاجه مهمه جدا، ازاي تعمل اول ميتنج مع العميل، وهقول لك ايه اهم الاسئله اللي تسالها للعميل عشان تكون بريف محترم تقدر تطلع منه شغل كويس ونكمل رحلتنا مع بعض. ولو فعلا استفدت من الفيديو ده وشايف ان انت ممكن تفيد بغيرك فاعمل لايك بس عشان يوصل لناس اكتر او الفيديو يقترح لناس اكتر، وما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه علشان تشوف باقي الفيديوهات اللي جايه. مستنيكم هناك. كان معاكم كمال وحيد، وسلام.